السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الليلة دي هتكون ليلة القدر. والله يا جماعة إحساس، هو سبحان الله من عند ربنا سبحانه وتعالى. إحنا تحرناها ليلة 21 و23 اللي كانت ليلة وترية وليلة جمعة، وليلة 25 ولم نشعر بها. السنة اللي فاتت كانت ليلة 27 هي ليلة القدر، يعني كانت العلامات الظاهرة فيها ليلا وإشراقا، إشراق الشمس. فاحنا بقى الليله ليله 27 وهي التي ورد فيها اكثر الاحاديث وعليها كلام كثير من اهل العلم، ان هي ليله 27 دي اللي اختارها سيدنا عبد الله بن عباس ان هي تكون ليله القدر. وفيها كلام كتير وغالب الناس بيعتبر ان ليله 27 ليله القدر. فاحنا نعمل ايه؟ رجاء بقى عاوزين نجتهد كويس قوي، نكثر من الدعاء، نكثر من الصلاة، نصلي التراويح، نصلي التهجد، نقول كتير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نروح نقعد في المسجد، نسيبنا بقى من الأفلام والمسلسلات. اليوم ده ما يضيعش، استثمار هيصلح لك السنة كلها، خير من 1000 شهر. حاجة جميلة قوي. فعاوزين نركز أول الليلة دي في الدعاء. والدعاء مش ان احنا نطلب الدنيا، الدعاء ان احنا نطلب من الله عز وجل ان هو يغفر لنا وان هو يرضى عنا. فلو يعني الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. يعني اللي هيبقى مشغول طول الوقت بذكر ربنا سبحانه وتعالى، بالاستغفار، بالتوبة، بحمد الله عز وجل، بطلب العفو من الله عز وجل، هيعطيه من الدنيا أفضل من أحسن حد كان قاعد يطلب في ليلة القدر من الدنيا. البنات بقى اللي تقعد تطلب من ربنا ان هو يتجوزها ولد معين، والولد اللي هو يتجوز بنت معينة، واللي عاوز يشتغل في مكان معين، اهتم بالاستغفار كتير. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. شوف انت بتستغفر، الناحية التانية: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم. الرسول يقول لنا ايه بقى؟ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. استغفر كتير قوي. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. اللي هيستغفر كتير يوم القيامة هيبقى مبسوط. فدي ليلة بقى الحسنات فيها بتتضاعف بشكل كبير جدا، بتتضرب في آلاف. فعاوزين نستغفر كتير، ندعي كتير. يا ريت بقى محدش يعصي ربنا في هذه الأوقات المباركة. لو واحد مبتلى بذنب أو معصية، امسك نفسك كويس، لأن الذنب والمعصية في هذه الأوقات للأسف بيكون مضاعف. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر واكتبنا من أهلها جميعا، واكتب لنا خيرها جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حرمها فقد حرم الخير كله. اللهم اكتب لنا خيرها جميعا، اللهم لا تحرمنا أجرها جميعا، اللهم لا تحرمنا بركتها جميعا. اللهم يسر أقدارنا وحسن أقدارنا، اللهم اصرف عنا أقدار السوء، اللهم بدل أقدارنا إلى أحسن الأقدار، واصرف عنا يا ربنا سيئ الأقدار. اللهم اصلح لنا أمورنا كلها يا أكرم الأكرمين. احنا بدأنا الجد، فياريت نكون قد هذه الليلة إن شاء الله. وما تنسوناش من دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.